ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. النهارده هنعمل مع بعض ايه يا جماعه؟ هنعمل مع بعض المايونيز السريع. طبعا عارفين ان المايونيز لا غنى عنه ابدا في المطبخ، بنحتاجه في حاجات كتير، عجائن، سندوتشات، كل حاجه، وانا بحبه بصراحه. بس الايام دي سعره مرتفع جدا جدا. فانا هعمل معاكم المايونيز السريع اللي هيعجبك جدا عن تجربه، وهيطلع حلو قوي قوي وبتكاليف قليله. انا معايا ايه المايونيز؟ معايا كوبايه زيت ذره طبعا، ونص كوبايه لبن، وليمونه او نص ليمونه، ونص معلقه سكر، وشويه ملح كده، ومعلقه خل صغيره. بس كده، بس كده. مش هتعمليه بجبنه مثلثات ولا تعمليه ببيض، لا، انا ما بحبوش بالبيض، وهيبقى ناجح وهيبقى تقيل. ايوه، نعمل ايه؟ نحضر الخلاط، المضرب اللي هينجح يخليه يربط ويتقل، انه الزيت انا مسقعاه، عامل زي زي ازازه الميه الساقعه كده، المشبره من بره، مسقعه الزيت ومسقعه اللبن. هنزل باللبن اهو، ساقع جدا، نص كوبايه اللبن. احط عليها ايه؟ السكر والملح، بيعمل تعادل الملح مع السكر يا جماعه. وانزل بنص ليمونه هيعادل معلقه صغيره اهو، ومعلقه خل صغيره. بس كده، معلقه خل صغيره، ما بكترش في الخل عشان طعمه ما يبانش في المايونيز. الزيت هنزل بيه زي السرسوب كده، احاول احطه في حاجه ليها حرف يعني. ونشغل الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هعمل على هادي شويه. احط الزيت في حاجه ليها بوس كده عشان اعرف انزل الخليط يا جماعه. احط الزيت هنا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا بنزل الزيت ازاي؟ سرسوب كده، وصوت الخلاط لسه انا عايزه ليه صوت معين كده. سامعين انتوا صوت الخلاط اتغير ازاي بعد ما كان سريع؟ سامعين الصوت كده ان الوصفه ناجحه وبدا يتقل. انا عايزه اوريكم اللي بيعمل ازاي. بدأ يتقل خالص اهو، شايفين من جوه بدأ يتقل جدا، ما بيتحركش. صوت الخلاط اتغير.
معاكم تاني. اهو المايونيز اهو، بصوا تقل ازاي. نحط في الطبق كده. بس المايونيز ربط ازاي، بسم الله ما شاء الله. واللون بعمله على طول والله، اعمليه وجربيه بسم الله ما شاء الله. يعني تضاعفي الكميه، تملي برطمان اللي هو بيتجاب دلوقتي بالشيء الفلاني. وكل ما يقعد في الثلاجه او تحطيه في البرطمان يتقل اكتر. بصي السمك بتاعه. ملينا طبق، نعمل تاني كمان ونملى برطمان اهو. الولاد عايزين سندوتشات، عامله همبرجر، عامله كفته، اهو المايونيز اهو. البرطمان قد كده من الشركه اياها اللي انتوا عارفينها، بقى سعره فظيع. شايفين؟ اتعمل باقل التكاليف وتقل بسم الله ما شاء الله. وكل ما احطه اغطيه بستريتش واشيله يتقل اكتر. عملت معاكم المايونيز بشكل جميل جدا. عليك ان انتي تسقعي اللبن والزيت، تحطي الملح والخل والسكر والليمون بس. سقعتي الحاجه، خليتيها ساقعه جدا في التلاجة، هيطلع بالشكل ده. عملنا مع بعض المايونيز بشكل سهل جدا وسريع. فعلا الفيديو ما بيزيبش لان المايونيز سريع. اعمليه وجربيه ان شاء الله، هتعتمديه وهتعملي منه برطمان او 2 وتشيليه للولاد وما تشتريش من بره تاني. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو جديد.